بينهم هذه الوصفه هذه لحرق الدهون اللي غادي نستعملوها كمساج. اذا علاش طحالب البحر كتحرق الدهون؟ حيت شحال من واحد غادي يطرح هذا السؤال هذا. كتحرق الدهون لان كما قلنا فيها ماده السيلينيوم وكذلك فيها ماده اليود. اذا اليود زائد ماده ديال السيلينيوم ملي كيدخلوا لنا البشره كيكونوا سريعين الامتصاص، وهاد المواد بجوج كيمشيو لنا الخلايا الدهنيه وكيحرقوها بطريقه سليمه وبطريقه طبيعيه. اذا الا درنا هذا المساج بها راه في ظرف 15 يوم 20 يوم حتى ل 25 يوم غادي تبقى تولي كتبان النتيجه. اذا الماسك شنو غادي يكون فيه؟ اذا الماسك حارق الدهون من طحالب البحر. غادي ناخذوا فيه المسحوق الطحالب اللي حضرنا اللي غناخذوا منه 3 المعالق كبار. غادي ناخذوا زيت البرتقال، زيت الكافور، زيت ارغان للتجميل. اذا مسحوق الطحالب 3 المعالق كبار، زيت البرتقال وزيت الكافور البلدي 2 معالق كبار من كل زيت، زيت ارغان للتجميل مع 4 ديال المعالق كبار. غنخلطوا هذا الخليط هذا كامل حتى يتخلط ويولي خليط متجانس. غادي نخليوه يسخن في حمام مريم حتى يسخن مزيان، وغنخليوه مده ديال 3 ايام. من بعد هذا الخليط هذا كنخليوه ما كنصفيوش، وفوق ما كنبغيو نستعملوه كندفيوه واحد شويه وكنديروا واحد المساج ديال 10 ديال الدقائق في الاماكن اللي بغينا نقصوا فيها الدهون، وكنخليوه 50 دقيقه. ومثلا الارداف ولا مثلا البطن ولا مثلا الذراع، يعني البلاصه اللي يمكننا نديروا فيها داك السيلوفان ماشي مشكل اننا نلويو عليها السيلوفان ديك المده ديال 50 دقيقه اللي غنكونوا كنتسناو بعد المساج ديال 10 ديال الدقائق، وكنخليوه ومن بعد كنغسلوه. العمليه كنعاودوها كنديروها 3 المرات في الاسبوع وكنداوموا عليها مده ديال 3 شهور، وان شاء الله راه في الشهر الاول كتعطي النتيجه.